تعرف ان الفيسبوك مش مجاني؟ تعرف ان انت بتدفع في كل مره بتستخدم فيها فيسبوك؟ طب تعرف كمان ان الفيسبوك ممكن يسبب الادمان؟ عايز تعرف بيسبب الادمان ازاي؟ عايز تعرف بتدفع كل مره كام؟ تابعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من وقفات مع المصري. انا عبد الله المصري وهتكلم معاكم النهارده عن مخاطر الفيسبوك. في اوائل عام 2004 قام الشاب الامريكي مارك زوكربيرج مع مجموعه من زمايله اللي تخصصوا في البرمجه وعلوم الحاسب الآلي بانشاء موقع للتواصل الاجتماعي. سموا الموقع ده فيسبوك. الموقع نشأ في 2004 وبعد 10 سنين من انشائه في 2014 تحديدا بلغت اصول شركه فيسبوك الى ما يزيد عن 40 مليار دولار. متخيل 40 مليار دولار ده معناها ايه؟ معناها ان الشركة دي كانت من اكبر الشركات العالمية في الوقت ده. في احصائية اتعملت في 2011 بتقول انه مصر هي اكبر الدول في الشرق الاوسط في وجود عدد مشتركين ليها على الفيسبوك بواقع 12 مليون مشترك. تليها المملكة العربية السعودية بواقع 4.3 مليون مشترك على الفيسبوك. ده بس كان في 2011. تخيل يبقوا كام دلوقتي. طب ايه بقى يا عم هو الادمان؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه ادمان؟ انا بدأت اخاف. حشيش ومخدرات وكده ولا ايه؟ بص يا سيدي، الادمان زي اي ادمان في الدنيا هو ان انت تبدأ تتعود عليه، ولو حصل ان هي اتمنعت عنك فترة تبدأ تحس بنوع من انواع القلق والاعراض واعراض انسحابيه ومشاكل في جسمك ومشاكل نفسيه اكتر منها مشاكل جسمانيه. بيحصل الادمان ده عن طريق ان في مواد معينه بتفرز في المخ اثناء استخدامك للفيسبوك بتحقق شعور بالسعاده. بعد كده بيبدا يرتبط شعورك بالسعاده باستخدامك للتكنولوجيا وخصوصا الفيسبوك. طب ده ممكن يسبب ايه يا جماعه؟ الادمان ممكن يسبب ضعف القدرات العقليه. لو انت حضرتك قعدت على الفيسبوك اكتر من ساعتين كل يوم او 3 ساعات، تخيل ايه النشاط العقلي اللي عقلك بيقوم فيه في الفترة دي؟ عقلك ما بيمارسش اي نشاط، عقلك واقف عن التفكير. انت بتعمل نفس الحاجة كل الوقت، انت قاعد بتقلب تقلب تفر تقلب تقلب، مش عارف. اوعى تتخيل ان انت بتعرف معلومات جديدة. المعلومات دي كلها مجرد اراء اشخاص لا تخضع للتفسير العلمي، ملهاش مصادر موثوق فيها، كلها كلام يخضع للنقاش. كل واحد على هواه فكرة بينزل يكتبها، بينزلها في بوست او في منشور ويكتب اللي هو عايز يقوله والناس بترد عليه. غير كمان انه اغلب ده لو حب حد يكتب رأيه. الفيسبوك مش هيخليك تبقى طالب كويس، الفيسبوك مش هيخليك تبقى موظف كويس، الفيسبوك مش هيخليك تبقى زوجة كويسة او طالبة كويسة. لذلك يا جماعة مش عايزين نخلي ده جزء من حياتنا، لانه في الاخر هو تضييع كامل للوقت. كأنك بتلعب جيمز، كأنك بتعمل اي حاجة ملهاش قيمة غير ان انت تضيع وقتك بيه. الموضوع كله بقى شكله روتيني. النهاردة حضرتك او حضرتك بتعزي على الفيسبوك، بتهني على الفيسبوك، بتباركي بالمولود الجديد، لا بالسنة الجديدة، لا بالفرح، لا بتعزوا في ميتم، بتعزوا في خسارة معينة. شفت حد قاعد بيقلب في التليفون وبيفر لايك؟ هو قاعد بيقلب في التليفون وبعدين كل شوية لايك، يقلب البوست اللي بعده لايك، البوست اللي بعده لايك، البوست اللي بعده لايك. فبسأله هو كله كويس؟ مفيش حاجة وحشة؟ فقال لي انا بجامل الناس، انا حبايبي واصحابي وبجاملهم. الموضوع بقى مجاملات. يعني انت قاعد على الفيسبوك حتى اللايك اللي انت بتعملها ما عادتش حقيقية. من اخطر الحاجات اللي الفيسبوك بيسببها في حياتنا، من اخطر الخسائر، من اكبر خطايا الفيسبوك انه بيضيع الوقت. بس الوقت عارف ليه؟ لان الوقت ده اهم حاجة في حياتك كإنسان. الوقت ده هو اللي ممكن يخليك انسان ناجح، وهو اللي ممكن يخليك انسان عادي، وممكن يخليك انسان ضايع كمان. الوقت ده يا جماعة بره بيتقدر بالثانية والفيمتو ثانية. الوقت ده مهم جدا لحياتنا. الوقت ده كله بيضيع وربنا هيسألنا عليه. قبل كل ده ربنا هيسألنا عليه. يا ريت يا جماعة نستثمر وقتنا في حاجة مفيدة جدا. عروسة يوم فرحها قاعدة برضو ماسكة الفيس، سايبة عريسها وسايبة الجو والدنيا كلها وماسكة الفيس بتقلب فيه. انا مش قادر اتخيل يعني بنت زي دي او عروسة زي دي في فرحها، يعني وقت زي ده مش هيتكرر تاني في حياتها. ازاي بتضيعه عشان تشوف؟ زي ما قلت لحضرتك وصل الموضوع من الادمان ان انا لازم اشوف لازم افتح الفيسبوك، لازم، مش هبقى مستريحه طول ما انا ما فتحتش الفيسبوك، حتى ولو كان ده يوم فرحي، حتى لو كان ده يوم نجاحي. كمان من الاضرار التانية للفيسبوك انه الخصوصيه بتنتهك في الفيسبوك.
خصوصيتك بتبقى معروف، حياتك كلها مكشوفه، مش كمان عشان البوستات اللي انت بتنزلها او كده. ممكن حد يقول لي انا ما بنزلش حاجات عن نفسي. الفيسبوك يقدر يعرف مكانك، يقدر يحدد شكلك او يحدد شكلك بالذات، لانه من خلال خوارزميات الفيسبوك بنوصل لمرحلة يتعرف على سمات شخصية صاحب الحساب وصورته الشخصية كمان، موقعه، معلومات عنه، بدون أدنى تعب. ده خطير جدا بالنسبة لبعض بناتنا اللي ممكن يأثر عليهم بشكل طبعا سلبي جدا. ممكن الفيسبوك يستغل سياسيا زي ما حصل في بعض البلدان زي روسيا والصين. عرفتوا بقى الفيسبوك ده ايه اللي بيضيعه مننا؟ عرفت انت بتدفع كام للفيسبوك ده؟ انت بتدفع حياتك، انت بتدفع حياتك في كل مرة بتقعد فيها على الفيسبوك. حياتك دي هتتسأل عنها. حياتك دي مش مجرد جيم بتلعبها عشان تخلص وخلاص. حياتك دي انت مسؤول عن كل لحظة فيها. الفيسبوك ده من اكتر الحاجات النهاردة بقت ظاهرة كبيرة جدا بتضيع وقتنا وبدون اي ضائل وبدون اي معلومة. زي ما قلت لحضراتكم، مش هتخليك دكتور كويس، ولا هتخليك موظف كويس، ولا هتخليك طالب كويس، ولا هتخليكي زوجة كويسة. كل المعلومات اللي قلتها موجودة في الوصف تحت في قائمة المصادر. واتمنى ان انتوا تشاركوا المعلومة دي لكل الناس اللي تعرفوهم. انشروا المعلومة دي للناس اللي تعرفوهم، واوعدكم ان شاء الله ان انا اقدم لكم مزيد من الفيديوهات، وان ان شاء الله يكون في مزيد من التطور. ادعموني وتابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.